3 2 1 داير. لو سمحت الساعة كام؟ صفر. نعم. هو ايه اللي صفر؟ الساعة معايا صفر. فاصلة يعني. طيب شكرا. لا شغالة، بس هي معايا صفر. مش فاهمك بصراحة. ما أنا كمان مش فاهمك. بس أنا سؤال واضح. وأنا ردي صريح. أنا بسألك عن الوقت. أيوه، هتفرق معاك لما تعرف الوقت. أنجز اللي ورايا. يعني هم قبل اختراع الساعات ما كانوش بينجزوا اللي وراهم؟ مش عارف. ولا فرقت في حاجة، بالعكس يمكن زمان كانوا بينجزوا أكتر. يا سلام. طبعا. خد عندك مثلا الأهرامات بتاعت جدودك الفراعنة، مالها؟ حد يقدر يبني زيها دلوقتي؟ لا طبعا صعب. ومع ذلك بنوها من غير ما يكون ساعات في إيديهم. يعني الإنسان يعيش من غير توقيت؟ ما توقيت ربنا موجود. تقصد إيه؟ الشمس والقمر، الليل والنهار. بس كده؟ لا، وساعتك البيولوجية ودي إيه دي كمان؟ دي هدية ربانية موجودة في كل واحد فينا. ودي أعمل بيها إيه يعني؟ تصحى بيها، تنام بيها، تاكل بيها، تشرب بيها، وحاجات تانية كتير. نعود للطبيعة يعني. غير كده عيود صنعها الإنسان عشان يخنق بيها نفسه. وجهة نظر. صدقني الساعات دي أكبر وهم وخدعة كبيرة. جرب كده تعيش من غير ساعات. كده الدنيا تبوظ على فكرة. ما هي بايظة. أنت شايف؟ لا، سفراجي. إيه؟ يعني ما بعترفش برقم غير الصفر. الصفر ده اللي ملوش لازمة. الصفر ده الحقيقة الوحيدة اللي في حياتنا. بمعنى إن كل حاجة مصيرها الزوال، والزوال يساوي صفر. طيب يا عم سفراجة، تقدر تقول لي بقى اما يلغوا الساعات المصالح الحكومية هتشتغل ازاي؟ دي بالذات أول حاجة المفروض ما تشتغلش بالساعات. اشمعنى؟ الموظف عندنا مثلا بيتحاسب على 8 ساعات، في حين إن الوقت الحقيقي للشغل ما يزيدش عن نص ساعة، صح؟ عندك حق. يبقى استخدام الساعات بيهدر في الأموال ولا لأ؟ احنا على كده ممكن نوفر مليارات كتير، ونعيش من غير توتر ولا أرق. انت نسيتني، انا كنت بسألك على الساعة ليه؟ جدع، أهو أنت كده تعجبني. دلوقتي أقدر أقول لك الساعة كام وأنا مطمن. كام؟ صفر.